السلام عليكم ورحمة الله. قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يفاجئ المنتخب المغربي بعد تتويج الأرجنتين بكأس العالم، ويصفع المنتخب الفرنسي. ولكن قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد انتهاء المباراة النهائية في كأس العالم بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي، والتي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني ليتوج بكأس العالم لأول مرة في تاريخ ليونيل ميسي، فقد صرح قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد هذه المباراة وأدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية، وقال: هذه المباراة كانت أهم مباراة لي في مسيرتي الكروية، لأن هذا المونديال كان آخر مونديال سأشارك فيه، فأنا فعلت المستحيل من أجل التتويج بكأس العالم. ولكن نحن نشكر كل الجماهير العربية والمغربية بالأخص التي ساندت المنتخب الأرجنتيني اليوم من المدرجات، وأنا أعلم جيدا أن المنتخب المغربي هو أكثر منتخب تعرض للظلم في هذا المونديال، وخاصة في المباراة التي لعبها أمام المنتخب الفرنسي، والتي كان بطلها الحكم المكسيكي الذي تآمر على المنتخب المغربي لإقصائه من المباراة النهائية. فنحن انتقمنا لأنفسنا أولا من المنتخب الفرنسي، وانتقمنا أيضا للمنتخب المغربي، لأن المنتخب الفرنسي لا يستحق التواجد في المباراة النهائية. ولكن أعتقد أن كل العرب وكل المسلمين سعداء بهذا الفوز، وخاصة بعد إعلان وزيرة الرياضة الفرنسية رفع علم المثليين في حالة تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم، وهذا الذي أغضب القطريين والعرب والمسلمين، وساندوا بكل قوة المنتخب الأرجنتيني. وأنا تابعت بكل قوة الأخبار جيدا، وشاهدت هذا الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي النهاية، لو انت محب للمنتخب المغربي، ياريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.